عايزة تكوني أستاذة في شروة الخضار والفاكهة؟ ركزي معايا في الكلمتين دول، عشان مش كل اللي شكله حلو طعمه حلو، والسر كله في العلامات دي. نبدأ بالورقيات. الملوخية هاتي اللي ورقها خشن من الظهر، وورق العنب نقي الورقة الفاتحة الصغيرة، والجرجير ملوش غير الورقة العريضة والعود القصير. نيجي بقى للأساسيات. البتنجان الرومي لازم يكون خفيف وبيلمع، لكن بتنجان المحشي والبامية والكوسة نقي دايما الحجم الصغير الطري، والخيار هاتي الخشن الغامق اللي مش معوج. أما الفاكهة فليها أسرارها. البرتقان والليمون نقي دايما الناعمة، لكن الكنتالوب واليوسفي هاتيهم خشنين. البطيخة لازم يكون عنقودها ناشف وترن معاكي، والرمانة تكون تقيلة والوردة بتاعتها مفتوحة. ولو بتنقي طماطم، البلحة أحلى بكتير من المدورة، والفلفل اللي فيه 4 قواعد من تحت طعمه أحلى من اللي فيه 3، والمانجا طبعا ريحتها هي اللي بتحكم. وعشان التخزين، البصل والبطاطس اوعي تجيبيهم مزرعين، لازم يكونوا ناشفين ومقفولين، والتوم الأحمر هو اللي يعيش معاكي في التخزين. وفي الكرنب هاتي اللي بتطبل وخفيفة مش المكتومة، عكس الكابوتشا اللي لازم تكون تقيلة ومكتومة. نصيحة أخيرة، الموز الأخضر عمره أطول، بس أبو نقطة هو اللي طعمه سكر. لو استفدتي من النصايح دي ما تنسيناش بدعوة حلوة من قلبك، وصلي على النبي في التعليقات. اعملي لايك وشير للفيديو عشان الكل يستفيد، دعمكم هو اللي بيخلينا نستمر ونقدم لكم كل جديد.